هديكوا كام تمرين كده تقدروا تعملوهم. التمرين هيساعدوكم في ان انتوا تبعدوا عن الاصابه، جسمكم ما يتصابش. كويسه ان انت تبدا بيها كتسخين قبل اي تمرين بتاعك. عصايه مقشه مثلا، كل اللي ما خدش باله من التمرين او ايه الفرق، انا رافع ايدي وخلاص. الفكره كلها ان انا بحاول لوح الكتف بتاعي ان هو يطلع فوق وينزل بالشكل ده، او فوق وينزل بالشكل ده. دي كويسه جدا لو انت بيبقى عندك وجع في كتفك او وجع بالذات في الميد ترابس بتاعتك او جزء الترابيس اللي في النص، فمهمه جدا كتسخين. فالثلاث تمارين دول حاولوا تبداوا بيهم، وان شاء الله مع كل مره هبدا ان انا اديكم تمارين بزياده. فخلينا نكمل التمرين ونكمل الفلوج. يلا بينا. تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن التحدي الأكبر، والنهارده هنتعامل مع بيتر كول سول. عايز اوريكم مفاجأة، اوريكم خلال الفترة دي جسمي وصل فين. مثلا سنة لو ده مرقي نصيحتي تدور واجري